السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. بدون أي مقدمات يا جدعان، أنا حاسس إن خلاص عدد الرجالة في العالم بقى ينقص واحد ورا التاني، يوم ورا يوم. بس قبل ما أبدأ الفيديو حابب أقول بس إني هتكلم على اللي عمله أحمد سعد، مش هتكلم خالص عليه هو ذات نفسه ولا على شخصيته. أنا ماليش دعوة بيه علشان محدش يزعل مني، وخلينا نخش في الموضوع على طول. الحتة الحلوة في قلبي. أحمد سعد طلع في حفلة في جدة وهو لابس لبس حريمي وحاطط حلق في ودانه، وده خلى الجمهور بتاعه يغضب ويتعصب عليه. ده أنا ذات نفسي اتضايقت، ده حنفي السيد ذات نفسه اتضايق. كاتب لك في العنوان ظهور الفنان أحمد سعد بقوس النوم. ومن مكاني هذا أوجه رسالة لأحمد سعد وأقول له شكلك وحش، وخلينا نتكلم جد شوية. هي البدلة قصرت معاك في حاجة يا رجولة؟ ولا اقول لك فكك من الرجولة دي لحسن تزعل منها، علشان احنا بصراحة مش عارفين نسبب الحقيقة ورا الشياكة دي. لا، وبصراحة اتفاجأت لما عرفت ان اخوه عمرو سعد كان معاه وشافه بجبهة النوم دي وما ضربوش قلم يرجعه لاصله. وعرفت ليه الوقت احمد سعد كان لابس اللبس ده. ممكن احنا الظن اسم جعان، ممكن يكون الجو كان حر ولا حاجة. بس بالتفكير كده، هو ليه اخوه لابس بدلة بكم؟ ما كان لابس بنص لو الجو حر وكده. فخلاص احنا اعلنا ان هو خلاص هو لابس كده علشان سكريتا. يا عليك، ده انا بهزر. وبعد الظهور المشرف طبعا لاحمد سعد ببيجامة النوم دي، ردت عليه سمية الخشاب بتويته اما تقول له فيها الحمد لله الذي نجانا. الكسفة اللي انت فيها يا حازم. واللي ما يعرفش، فاحمد سعد تقريبا كان متجوز سمية الخشاب او كانوا مرتبطين حاجة زي كده يعني. بس اعذروني، انا والله ما اعرف حاجة عن الموضوع ده، انا لسه مكتشف وانا معمل الفيديو. ولكن نتعلم من سمية الخشاب ان النهايات اخلاق. انا اللي فاجئني في الموضوع هو الانبساط الشديد اللي فيه عمرو سعد. طبعا هو واقف جنب اخوه اللي يشرف اي حد علشان راجل بجد. وقبل ما اخلص الفيديو ده ارجو ان محدش يكون زعل مني خالص، ولو حد من معجبين احمد سعد حابب اقول لك يا صديقي الموضوع ده زاد عن حده فعلا وما ينفعش يلبس كده. ولو حد قال ان دي حرية شخصية يا صاحبي، فلازم اقول لك ان الحرية الشخصية ديت لواحد مش مشهور يعمل كده في بيته هناك، محدش يشوفه محدش يتأثر بيه. لكن ده مشهور وحضر الحفلة بتاعته آلاف، غير كل الفيوز اللي على الفيديوهات بتاع الفضيحة ديت. فأكيد ده غلط. وفضل حاجة واحدة بس لازم أقولها لك، إنك تعمل اللايك للفيديو وتشترك. وسلام، في فيديو قريب إن شاء الله، وبيس.